في ناس في حياتك وجودهم عامل زي البهارات اللي بتدي طعم لأي أكلة. ناس مش كتير بس وجودهم بيغير المود. ناس لو مشيت من حياتك تحس إنك فقدت حاجة من روحك. لو لسه عندك حد كده اتمسك بيه قبل ما الزمن ياخده وانت ساكت. النهاردة هنتكلم عن أنواع الصحاب اللي مش بس ما ينفعش تخسرهم، دول لازم تحطهم في كادر ذهبي وتكتب فوقه كنز لا يقدر بتمن. أول نوع، صاحبك اللي بيحب لك الخير بجد، مش اللي بيقولك مبروك وهو بيعض في نفسه من جوه، لا، اللي فرحان لك من قلبه والفرحة باينة في عينيه مش بس في كلامه. اللي لما تنجح بيشيلك فوق دماغه ويقولك أنا عارف من زمان إنك هتعملها. صاحب نادر اللي يشوفك بتلمع ويزودك نور مش بيحاول يطفيك. النوع التاني، صاحبك اللي بيظهر في وقت الضيق من غير ما تنادي عليه، يعني مش مستني منك إشارة ولا رنات استغاثة، هو بيحس ويظهر زي ملاك حارس بس لابس تريننج وبياكل لب. ده اللي بيجيلك وانت بتغرق، مش عشان يعمل لك محاضرة، لا، عشان ينقذك ويقعد معاك لحد ما تطلع من اللي انت فيه. ده اللي لما كل الناس تختفي هو بيظهر. النوع الثالث، صاحبك اللي بيفكرك بنفسك لما تنساها. في لحظات هتحس انك تايه، مش فاكر انت مين ولا كنت عايز ايه، تلاقيه بيقولك انا فاكر انت كنت بتحلم بايه من زمان. ارجع له، ده انت. النوع ده من الصحاب مش بس بيشجعك، ده بيرجعك لنفسك. النوع الرابع، صاحبك اللي بيضحكك وانت بتعيط. ده الكنز الحقيقي اللي يعرف يخفف عنك وانت جوه العاصفة، يقولك نكتة وقت ما انت منهار ويخليك تضحك غصب عن دموعك. ده مش بيهرب من مشاعرك، ده بيطبطب عليك بطريقته. النوع الخامس، اللي بيحبك وانت على طبيعتك، مش اللي بيحبك وانت لابس وش الاجتماعي ولا اللي بيضحك معاك وانت في مود الليلة، لا، اللي يعرفك وانت في أسوأ حالاتك وبيحبك زي ما انت، اللي ما بيحاولش يغيرك، اللي مش بيقارن ولا بيحكم بس دايما واقف في صفك. النوع السادس، اللي فهمك من غير ما تشرح، نظرة واحدة كفاية، عامل ايه؟ مش لازم ترد عليه، هو بيشوف التعب في عينيك وبيسندك من غير ما تسأل. ده النوع اللي بيقرأ بين السطور، اللي بيفهم سكوتك أكتر من كلامك. النوع السابع، اللي بيكلمك لمجرد إنك وحشته، مش بس لما يكون محتاجك ولا عشان عنده مصلحة، ده بيكلمك عشان بيحب وجودك في حياته. الناس دي لما تبعد بتحس إن في حاجة ناقصاك، كأن جزء من روحك مش موجود. النوع الثامن، اللي بيفتكر تفاصيل صغيرة عنك. خدت بالك إنك كل ما تتوتر تفرك في صوابعك؟ مش كنت بتحب النوع ده من الشوكولاتة زمان؟ الحاجات اللي الناس بتعديها هو بيقف عندها عشان بيهتم، عشان بيفكر فيك. الخلاصة، في صحاب وجودهم رزق، بيسندوا، بيحبوا بصدق، بيفرحوا بنجاحك وبيحضنوك وقت ضعفك. الزمن ممكن يسرق ناس كتير مننا، بس لو لسه في حياتك صاحب من اللي اتكلمنا عنهم، ابعت له رسالة دلوقتي قوله وجودك نعمة وانا مش ناوي افرط فيك. وعشان ما ننساش، احكولنا في الكومنتات مين صاحب النعمة اللي في حياتك، وايه اكتر موقف خلاك تقول انا محظوظ انه في حياتي.